أخ الحسن الثاني مولاي عبد الله كان مختلف على خوه في كل شيء تقريبا، طباع، في الأهداف وحتى في اختيار الزوجة. مولاي عبد الله غيخرج على المألوف، والأول مرة في تاريخ القصر الملكي في المغرب أمير علوي غيتزوج مرأة ماشي مغربية بل لبنانية. هاد السيدة هي لمياء الصلح بنت الرئيس اللبناني السابق رياض الصلح. غيتلاقاو في فرنسا فاش كان الأمير المغربي كيدوز العطلة ديالو في ضواحي باريس، وكانت لمياء كتقرا في جامعة السوربون. ومن بعد أشهر قليلة من تعارف ديالهم غيقرر الملك الراحل محمد الخامس إرسال وفد مغربي رسمي للبنان بطلب إلحاح من مولاي عبد الله باش يخطب لمياء الصلح. غيمشي كل شيء مزيان من الخطوبة للعرس لإنجاب 3 ديال الأبناء بالتتابع، هما مولاي هشام العلوي، مولاي إسماعيل، والأميرة لاله زينب. لمياء الصلح ما كانتش حياتها وردية 100%، وما كانش العكس، وللأسف ما وصلناش عليها بزاف، ولكن عرفنا عليها أنها كانت بعيدة على الأضواء وما كتبغيش الكاميرات والشهرة. حاول الانقلابيون بالسخيرات يقتلوها، ولكن تراجعوا في الأخير حيت عرفوها حاملة. غترأس المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وواجهات في حياتها جوج ديال الصعاب كبار، وهما اغتيال الوالد ديالها في 1951 ووفاة الزوج المولى عبد الله في 1983 بمرض السرطان. إلا بغيتوا تشوفوا فيديوهات كتر بحال هكا ما عليكم إلا تزوروا القناة الرسمية في اليوتيوب، قناة أرشيفو.